السلام عليكم. لسه شغالين على برنامج إدارة الإعداد الجديد بتاعنا. لو كان فيكم حد ما يعرفش، فاحنا كان عندنا برنامج قديم. كان كسر الدنيا بصراحة، وكان مبيعاته كويسة جدا. هو بس كانت مشكلته الوحيدة ان هو كان اوفلاين. كانت ميزة وكان عيب. الميزة بتاعته ان هو تقدر ان انت في موبايلك في جيبك تقدر تحط كل حاجة حرفيا على موبايلك، حسابات الاعدادات اللي بتنزلها، الشرط بتاع المريض دفع كام ما دفعش كام، عملت ايه ما عملتش ايه، الاكس رايز وهكذا. على فكرة موجود على ال جوجل بلاي، ممكن تنزلوه، اي حد ينزله. وفي فري كوتا مناسبة لو عايز تبدأ تجرب البرنامج قبل ما تشترك يعني. ميزته ايه الاوفلاين؟ ميزته ان هو كان اشتراك مره واحده، وان تايم بيمنت، تدفع مره واحده تستفاد بالبرنامج مدى حياتك تقريبا. ولكن لنا جاب كبير ان احنا محتاجين البرنامج دوت يكون اونلاين، علشان بحيث يبقى التمريض يقدر ان هو يسجل والدكتور يشوف، وفي نفس الوقت المريض كمان ممكن كمان يكون ليه موبايل ابلكيشن يقدر ان هو يشوف هو عمل ايه ما عملش ايه، ويقدر ان احنا نعمل معاه فولو اب بدل ما نعمل دعايه للفيسبوك. ده كان الشكل اللي احنا اتفرجنا عليه في الفيديو اللي فات او الريل اللي فات. احنا دلوقتي ايه الجديد اللي اتعمل؟ ان احنا بدأنا ده ايفون 6، ايفون 14 برو ماكس. شغال عليه فعلا البرنامج. عندنا نكتب اكواد كتير جدا 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 علشان نوصل ان احنا نبني البرنامج دوت ويبدا ان هو يشتغل على الايفون. طبعا هيكون متاح ان شاء الله على الايفون وعلى الاندرويد. وبدانا هو نبدا نعمل الفانكشناليتي بتاعته، وانت تقدر تختار المريض ده فولو اب ولا تريتمنت ولا ايه بالظبط. وكل حاجه الحمد لله شغاله كويس جدا جدا. وكمان ممكن نعمل منه ديسكتوب ابلكيشن، ان احنا تقدر تخش على من الكمبيوتر يعني على السيستم بتاعنا، وتبدا تسجل، او تقدر تسجل سواء التمريض او سواء الدكتور. بفكر دلوقتي بقى في الفلو الصح بتاع المريض، ان انا عمال افكر في فلو مناسب، بحيث ان انا عايز البرنامج دوت يحقق اقصى استفاده ممكنه. يا جماعه الحته دي فيها جاب كبير جدا. كل المنافسين في السوق عندهم مشاكل كتير جدا، ما فيش حد بيقدر يلبي كل اللي السوق فعلا محتاجه. فان شاء الله قادمين وبقوه. شكرا.